اهلا بكم في فيديو جديد، حلقه جديده من قناه حدوته على الطاير. رجعنا لكم بحلقه جديده من السلسله اللي بنحكي فيها عن ابرز اللعيبه الاوروبيه اللي حصل معاهم بقى مشاكل، اللي اختفوا بطرق غريبه، الحاجات دي كلها. ونجم حلقتنا النهارده اكبر موهبه جت في تاريخ كره القدم تم اهدارها، وزي ما تقول برمجتها ما كانتش كويسه. وهو واحد من اهم اللعيبه اللي طبعا جم في تاريخ كره القدم، واشهرهم طبعا نيمار. اللاعب اللي تبص تلاقي ان ما تفهمش ازاي عنده الموهبه دي كلها وما قدرش يستغلها ولا قدر يعمل بيها حاجه. وبرغم كل اللي عمله دوت برضه الناس بتقول ما قدرش يستغل موهبته. لكن هو لان هو اللاعب الوحيد اللي كان يقدر بعد ميسي وكريستيانو يمسك الكوره زي ما بيقولوا. فقبل ما نبدا مشاهير في القناه، فعل جرس التنبيهات تدوس على زر اللايك. موضوعنا يعني كامل كله تستغرب ان ازاي واحد بالقيمه دي والموهبه دي والاداء ده كله ما يقدرش يعني يستمر على نفس الاداء، او هو كان بيستمر لكن بيوظف نفسه بطريقه غلط. تبص تلاقي هو ده نيمار، يعني تيجي تسال نفسك هو ده نيمار اللي كان في سانتوس، قعد معاهم وهو مش عارف عنده صاعد فريق اول 16 سنه ولا 17 سنه، وابدع معاهم وراح معاهم كاس عالم انديه ولعب ضد برشلونه والحاجات دي كلها. اللاعب تبص تلاقي ان يعني بسببه واحد من رؤساء برشلونه دخل السجن، لما هو اصلا جابه ب 88 مليون لكن كان متسجل في العقد 45 مليون عشان الراجل دوت يتسجن بعديها. تبص تلاقي ان طبعا كلنا عارفين ان اول موسم لنيمار مع برشلونه ما كانش الموسم اللي هو ليه، لان اللاعب جات له اصابات كتيره. لكن الموسم اللي بعده كان موسم ابداع وخلاص يعني، وميسي كان زي ما تقول بيبازله كتير وبيعمل له اسيستات لان ميسي اصلا كان بيحبه. هتيجي تبص تلاقي ان الفتره دي بقى هو اللي نيمار اتعرف فيها بشكل اكبر وظهر مع برشلونه، اللاعب اللي خلاص الناس حطت عليه امل كبير، هو اللي بعد ميسي وفي ظهر ميسي والحاجات دي كلها. حتى ان اللاعب وقتها كان مهتم بدنيته، تحس ان يعني اجواء برشلونه كانت مدياله امل في الحياه زي ما بيقولوا. تبص تلاقي ان اللاعب اتعاقد مع خبير تغذيه، اتعاقد مع مدرب لياقه بدنيه، اتعاقد مع مدرب يعني خصوصي زي ما بيقولوا يعلمه مهارات معينه. تبص تلاقي ان اللاعب يعني اهتم بحاجات كبيره جدا توصله للي هو قدر يوصله في فترته مع برشلونه. كفايه ان هو خد الخماسيه في مره مع برشلونه تقريبا موسم ال 15 2015 لما كان فيه لويس انريكي، وبالثلاثي الاسطوري اللي محدش يقدر ينساه الام اس ان ميسي سواريز نيمار. تبص تلاقي ان اللاعب يعني عمل كل حاجه، لكن غلطه عمره كانت في اللحظه دي بقى، اللي هي ان هو راح باريس سان جيرمان. يعني لما والده جاب له عقد من هناك، اللي الناس كتير اصلا حاطه اللوم ان والده هو اللي مبوظه. تبص تلاقي ان هو يعني ماشي، قال لك اصل انا مشيت من ظل ميسي علشان كنت عايز اروح فريق ابقى النجم الاول فيه واخد كاس عالم، مع ان انت كنت تقدر تروح اي فريق تاني غير ان انت تروح الدوري الفرنسي اللي محدش مهتم بيه اصلا، ولا مهتم انت بتعمل ايه هناك ولا الحاجات دي كلها. لان بعدها طلعت تسريبات ان ميسي قال له لو عايز تاخد الكره الذهبيه خليك في برشلونه وانا هخليك تاخدها، لان كلنا عارفين يعني ميسي شبعان جوائز اصلا. فتبص تلاقي ان اللاعب برضه راح وبوظ الدنيا. اللاعب لما راح عمل اداءات جباره، لان فرديا نيمار اصلا يعني يمكن مهاريا الحاجات دي كلها ما جاش زيه، انا ما يعني اللاعب وصل لمرحله عاليه جدا. فتبص تلاقي ان اللاعب راح هناك عمل اداءات جباره، لكن ما فيش حاجه جديده. كده كده باريس سان جيرمان بياخد دوري الابطال، بياخد الدوري الفرنساوي اسف، بياخد كاس، بياخد سوبر، بيروح دوري الابطال ياخد على دماغه والحاجات دي كلها. تبص تلاقي ان اللاعب راح ما لقاش جماهير ليه، ولا ناس بتحارب وراه وتسافر له بلاد بقى والحاجات دي كلها. تبص تلاقي ان اللاعب بس ما فيش غير الصحافه الفرنسيه اللي بتتكلم عليه، ولا حد مهتم بجوانه ولا باحصائياته. تبص تلاقي ان اللاعب تحس ان هو حس بوحده جماهيريه هناك. وطبعا عمل مشاكل كتيره في اوضه اللبس، سواء مع كافاني سواء مع فراتي سواء مع مبابي لما راح. اللاعب اصلا تحس ان مبابي راح بدل ما هو كان هربان، نيمار هربان من ظل ميسي، بقى لقى نفسه في ظل مبابي بالانجازات اللي مبابي عملها في سن صغير دوت. ان هو اللاعب وصل خد مره كاس عالم، وصل مره نهائي كاس عالم، مش عارف هاتريك في كاس نهائي كاس عالم، بطولات، حاجات من دي كلها. اللاعب عمل كل حاجه يقدر عليها. وده كفايه ان هو واخد هداف كاس عالم وهو يا دوب 22 23 سنه. تبص لان اللاعب عمل انجازات، يعني في حاجات نيمار مش قادر يعملها. يعني نيمار بيعمل ايه مع المنتخب اصلا والحاجات دي كلها. ده اللي زاد الطينه بله زي ما بيقولوا ان ميسي كمان راح لهم، فالدنيا كلها بقى الاعلام الفرنسي مهتم من مبابي اكتر. ميسي راح خلاص، اللاعب مختم الكوره زي ما بيقولوا، فالناس كلها بقت مهتميه بميسي ومبابي، ولا حد مدي لنيمار الوش خالص. تبص تلاقي الناس كلها في العالم وصلت الا هو. ماشي نيمار هيعتذر يبقى معاه فلوس، ايه يعني عملت له، هتعمل له ايه الفلوس؟ تيجي تبص لكريستيانو، تيجي تبص لميسي، تيجي تبص لمودريتش، تيجي تبص لكريم بنزيما اللي صبر وصبر ولحد ما وصل اللي هو وصله. تيجي في الاخر تقف ما بين ايدك. هل بعد مده من الزمن الناس لما تيجي تذكر اساطير الجيل اللي هو اللي احنا فيه دوت قدام، حد هيفتكر نيمار؟ ولا الناس هتفتكر كل اللي عملوا القاب فرديه كتيره؟ ممكن تيجي على نيمار الناس تقول لك يوم ما حد يفتكر اه دي ما في موهبه ضيعت نفسها، لكن الباقيين كلهم هم اللي هيتذكروا.
علشان يعني سؤال الحلقة زي ما بيقولوا، هل انت شايف ان مثلا لو نيمار رجع من الإصابة اللي هو فيه يقدر في خلال سنتين ثلاثة يعمل اسم لنفسه أكتر من اللي هو يعني اسم في الكورة؟ هو يعمل اسم لنفسه طبعا، بس هل يقدر يعمل لنفسه اسم في الكورة اللي يخلي الناس تذكره من وسط الأساطير ولا لا؟ عشان ما تنتهي حلقتنا، فقبل ما ننهي ما تشوف القناة، فعل جرس التنبيهات، تدوس على ضغط في الكومنتات عايزنا نتكلم عن ايه الحلقة الجاية.